في بلد واحدة في أكتر من 180 ديانة وطائفة مختلفة، وناس بيؤمنوا بحاجات لو حكيت لك عليها هتقول لي ده مستحيل يكون حقيقي. في ناس بتعبد الفئران وبتقدم لها الحليب واللبن، وطائفة بتاكل لحم البشر وبتنام جنب الجثث، وناس تانية بياخدوا قرار إنهم يصوموا لحد ما يموتوا، وده عندهم أقدس نوع من أنواع الموت. كل دوت مش أساطير قديمة انتهت، كل ده موجود دلوقتي وفي نفس اللحظة اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو ده. خليك معايا لغاية الآخر لأن الطائفة الرابعة هي الأغرب على الإطلاق. هنبدأ بولاية راجستان في بلدة صغيرة اسمها ديشنوك، على بعد حوالي 30 كيلومتر من مدينة بيكانير. هنا في معبد بناه المهراجة جانج سينج سنة 1900 اسمه معبد قرن ماتا، لكن الناس بتعرفه باسم تاني، معبد الفئران. ليه؟ لأن جوه المعبد دوت عايش من 20 ل 25 ألف فار، بيتحركوا بحرية كاملة بين رجول الناس، وبيطلعوا من شقوق الحيطان والأرضيات، وبيتجمعوا حوالين أواني اللبن والطعام اللي بتتحط لهم كل يوم. تخيل معايا إنك داخل مكان مقدس حافل قدمين زي ما بيتطلب منك، وتحت رجلك عشرات الفئران بتجري، يعني أي خطوة غلط ممكن تدوس على أي فار وتموته. وده عندهم مش مجرد حادثة، دي مصيبة كبيرة. القصة ورا المعبد دوت بترجع لأسطورة عن امرأة اسمها القرن ماتا، عاشت في القرن ال14 وكانت تجسيد للإله درجة. بيحكى إن هي عملت اتفاق مع إله الموت ياما علشان يسمح لأفراد قبيلتها إنهم يتنسخوا ويرجعوا للحياة في هيئة فئران بدل ما يموتوا موت نهائي. ومن ساعتها كل فار في المعبد دوت بيتشاف كأنه روح واحد من جدود القبيلة، وبيتعامل معاملة القداسة الكاملة. ولو حصل وداس حد على فار ومات، العقوبة مش بسيطة، لازم أن يشتري فار من الذهب الخالص بدل الفار اللي مات علشان يكفر عن ذنبه. وفي وسط 20 ألف فار دول الزوار بيدوروا على حاجة واحدة بالذات، فار أبيض. لو شفته ده معناه حظ عظيم، لأنهم بيقولوا اللي هو نفسه تجسيد قرن ماتا، الست اللي عملت الاتفاق. ده معبد حقيقي موجود لغاية دلوقتي وبيستقبل آلاف الزوار من كل العالم كل سنة. دلوقتي هننتقل لحاجة تانية مختلفة تماما. لو المعبد اللي فات كان غريب، اللي جاي ده أغرب بكتير. في مدينة فراناسي، واحدة من أقدس مدن الهندوس على الإطلاق وأماكن حرق جثث الموتى على ضفاف نهر الجنج، في طائفة اسمها الأجوري. كلمة أجوري معناها بالسنس كرايتية غير الخائف، وده اسم ليه معنى لأن الطائفة دي شايفة الموت بزاوية مختلفة تماما عن أي حد تاني. المعتقد الأساسي عندهم الوصول للتنوير الروحي، بيتطلب كسر كل التابوهات المعروفة عند البشر وتخطي فكرة إن في حاجة طاهرة. فاكر احنا اتكلمنا قبل كده عن راهب وقف 12 سنة علشان يشوف الإله بتاعه. الأجورة شايفين الطريق للتنوير في الاتجاه المعاكس تماما، مش حرمان الجسد لكن تدمير كل الحدود اللي حطها المجتمع. الأجورة بيعيشوا قريب من المقابر وأماكن الحرق، وبيغطوا جسمهم برماد الجثث المحروقة. وده مش كل حاجة، في تقارير موثقة إنهم بياكلوا اللحم البشري، وبيستخدموا الجماجم البشرية كأكواب للشرب، وبيناموا جنب الجثث أو فوقها. في اعتقادهم إن اللحم البشري بيدوم قوة روحية وجسدية خارقة، وبيطول العمر وبيوقف الشيخوخة. المعروفة إن الطائفة دي اتقسمت من طائفة أقدم اسمها كابالاك في القرن ال14، وهما الاتنين كانوا بيعبدوا الإله شيفا. الأجوري معروفين كمان إنهم معزولين جدا عن المجتمع، ومن النادر جدا إنهم يثقوا في أي حد غريب عنهم. مخرج هندي معروف قال إنه احتاج 3 شهور كاملين علشان يكسب سكة أجوري واحد يسمح له إنه يصور طقوسه. فكر في اللحظة ديت إن المخرج اللي كان مستني فيها 10 أيام كاملة لحد ما لقوا جثة بشرية متاحة علشان الطقس يكمل. المشهد ده لوحده كافي يوريك إن العالم دوت بعيد جدا عن أي حاجة احنا متعودين عليها. المهم نقول حاجة واحدة بمنتهى الوضوح، رغم كل الصورة المرعبة ديت في مصورين وباحثين قابلوا الأجوري وقالوا إن عندهم جانب تاني، في احترام عميق للطبيعة وللحيوانات.
وإنهم شايفين دينهم بنفس جمال أي دين تاني. الطائفة ديت معزولة وصغيرة في العدد جدا، وده جزء كبير من سبب الغموض والرعب اللي محاوطها. الطائفة التالتة مختلفة تماما عن الاتنين اللي فاتوا. هنا مفيش عنف، مفيش دم، لكن في حاجة أعمق بكتير. قرار الإنسان إنه يختار موته بنفسه. الطائفة دي اسمها الجاهينية، ديانة قديمة جدا بترجع للقرن الثامن قبل الميلاد، وعندها حوالي 6 مليون متبع في الهند. مبادئها الأساسية 5: اللا عنف، وعدم الكذب، عدم السرقة، العفة، عدم التعلق بالممتلكات. في وسط المبادئ ديت في طقس اسمه سالخانة، وبيعرف كمان باسم سنطارة. الطقس دوت بسيط في الوصف لكن رهيب في التنفيذ. الشخص غالبا لما يكون كبير في السن أو مريض بمرض مزمن بيقرر إنه يوقف الأكل والشرب لغاية لما يموت. تخيل معايا القرار دوت مش لحظة ضعف ولا يأس، بيكون قرار واعي بيتاخد بعد إذن الأسرة والمرشد الروحي، وبيتم الإعلان عنه على الملأ. الشخص دوت بيبدأ يقلل الأكل يوم ورا يوم لغاية ما يوصل للامتناع الكامل. الجاهينيين بيصروا بشدة إن ده مش انتحار. الانتحار عندهم فعل عنيف جاي من اليأس أو الغضب، لكن السالخانة حسب معتقداتهم هي تطهير كامل للروح، وسيلة للتحرر من دورة الموت والميلاد المتكررة اللي اسمها الكارما، علشان الروح توصل لحياة أفضل. الأرقام الموثقة صادمة. في فترة 10 سنين بس من 1993 ل 2003 اتسجل أكتر من 260 حالة وفاة بالسالخانة. في طائفة واحدة فرعية من الجاهينية، وتقديرات إعلامية هندية بتقول إن حوالي 200 شخص بيموتوا بالطريقة دي كل سنة. الموضوع وصل لأعلى مستويات القانون في الهند. محكمة عليا في ولاية راجستان حكمت بمنع الطقس دوت واعتباره جريمة جنائية، بس أتباع الجاهينية خرجوا في مظاهرات ضخمة في مدن زي جايبور رافعين يافط مكتوب عليها الانتحار جريمة، السالخانة دين. القضية دي لسه مفتوحة ومتنازع عليها لغاية النهاردة، بين حرية المعتقد الديني وبين قوانين تجريم الانتحار. من فار بيتعامل زي الإله، لطقس بياكل فيه الإنسان للإنسان، لموت بيختار بإرادة كاملة. الهند بلد واحدة لكن في عوالم متوازية من الإيمان، كل واحد فيها بيوصف الحقيقة والطهارة والتنوير بطريقة مختلفة تماما عن التاني. واللي بيجمع الطوائف الثلاثة ديت حاجة واحدة: استعداد الإنسان إنه يدفع أي تمن حتى لو كان جسمه أو حياته نفسها علشان يوصل لحاجة يؤمن بيها. سؤالي ليكم، من الطوائف الثلاثة ديت أنهي واحدة شدت انتباهكم أكتر أو كانت الصدمة ليكم؟ قولولي في التعليقات، وما تنساش لايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان توصل لكم كل حكاية تكسر الدنيا. سلام عليكم.